نقطتين مهمين هنا بقى. اول حاجه، حمى البحر الابيض المتوسط حمى متقطعه، يعني مش سخن العيل طول السنه او الراجل الكبير طول السنه تعبان، لا دي حمى بتيجي تقعد 3 4 ايام وتروح، معاها اعراض من اللي احنا قلناها، وجع في البطن او وجع في الصدر شديد جدا، ويا عيني اطفال كتير قوي بيبقوا اتهاروا مضادات حيويه قبل ما يجولنا. طب بتشخص ازاي؟ بتشخص بالكشف. ايوه بالكشف، لا باختبار جينات ولا بتحليل اميلويد، وهنتكلم عن الحاجات دي في فيديوهات قادمه. يبقى اي اب او اي ام ابنه بيجيله حراره بتتكرر اكتر من 4 مرات في ال3 شهور اللي فاتوا، او اكتر من 8 مرات في ال6 شهور اللي فاتوا، ومعاها وجع جامد في بطنه وكرر كورسات مضاد حيوي، وعنده تاريخ عائلي في العيله لحد عنده حمى البحر الابيض المتوسط، او الولد ما بيستجبش، يروح على طول لدكتور روماتيزم عشان نبدا التشخيص المظبوط. ودمتم سالمين.